العائله بالنسبه للترامواي كيف ما كنشوفوا كاينه رحله مترو وترام، رحله 1 مترو شحال صوليه المغرب. انا جيت ديك الخطره خديت لي سي باسي باش سافرت المغرب وانا جيت. دابا غادي نوريكم واحد الجامع اللي كيبين الثقافه العثمانيه اللي كان وشحال نبغي عمري نفديك من صغري راه نعشق فيك. السلام عليكم العائله، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما ديما معكم خوكم الياس ربوح. من بعد ما شاركت معكم مناطق في الغرب ديال الجزائر تلمسان والنواحي، كيف ما كنت قلت لكم كاين واحد الصديق مغربي اللي كنساينو يجي لعندي الجزائر سميتو اسماعيل فريح. وكيف ما تشوفوا العائله او عشيري واش اسماعيل احنا مجموعه الاخوات نتسناو ان شاء الله خرجه غادي تكون فري واعره ديال بصح ان شاء الله في اتجاه ان شاء الله. نخليهم هما يقترحوا علينا شنو هما كيبانوا لكم احسن البلايص ولا الاماكن اللي نقدروا نزوروا من العاصمه الجي ان شاء الله. دابا ان شاء الله غادي نركبوا في المترو وغادي نمشيو لعين النعجه ان شاء الله باش نتلاقاو واحد الصديق اخر اللي تا هو مغربي، والقصه طويله ان شاء الله غنوليو فاسي قنيطري سلاوي في العاصمه الجي، وان شاء الله نديروا بكم واحد الجوله في الجزائر. حاليا دابا الثمن ديال المترو كنظن هو 5000 اللي هي 2 دراهم ونص. 2 دراهم ونص اللي هي مغربيه. المهم العائله يلاه وصلنا لحي بادر اللي غنمشيو عاوتاني. دابا خصنا نشدو انوتر مترو غنشدوه بنفس الورقه ياك بنفس الورقه اللي هي ب 5000، وان شاء الله غادي خصنا نمشيو من الجهه الاخرى ديال الحي بادر. كيف ما كتشوفوا راه اسماعيل كيصور معنا، يعني هو كيصور يعني بجوج كنصوروا بعضينا. التعاون حاجه مهمه في حياه الانسان. المهم العائله كيف ما كتشوفوا دابا التليفون ديالي خسر ليا عليها، راه ما بقيتش اكتيف في لاباج بزاف وما بقيتش كنبارطاجي لي فيديو بزاف، ولكن لقينا واحد السيد الله يعمر ليه الدار خويا الياس قال لي كنعرف واحد المعلم اللي زوين يقدر يدي عنده يشوف شنو هو البروبليم. عليها الخوت دابا غنمشيو لحي العجايه ان شاء الله. العائله بالنسبه للترامواي كيف ما كنشوفوا كاينه رحله مترو وترام، رحله 1 مترو شحال هي 50000. نشوفوا 24 ساعه مترو كلها بشحال 150 دينار 16 يعني 3 ديال. وإلا بغيت 24 ساعه مترو وترام 200 دينار فهمني اللي 10 دراهم اللي هي شحال 10 دراهم مغربي 1000 فرنك. الو الياس، اللي فهمته هو ان غير صيفط لينا شي واحد يجي عندنا يورينا البلاصه ما هو خدام. اسماعيل اش جمي هو مغربي من المدينه عرض علينا الغدا. شكرا لك. انا خويا الياس الله يكبر لك. شكرا بزاف. معنا الاخ جيجلي هو اللي غيكون مسؤول على المعلومات ديالنا في جيجل. خالد متشرفين. وفريح اسماعيل هي كل فرنسا. المهم العائله يلاه تفرقنا مع الياس، خليت ليه التليفون. الله الا كتبي تصلح لينا راه عندي فيه الكونت يوتيوب كونت فيسبوك الارقام ديالي كاملين، وعليها الا ما كنتش شفتونيش كنجاوب على لي ميساج راه ربي اللي عالم والله ما كرهت نجاوب كلشي. ودابا خلى معنا الصديق ديالو الوفي خالد اللي غيدينا نديرو شي جوله. صافا خويا خالد مزيان ان شاء الله. دابا فين ديستيناسيون؟ مقام الشهيد. مقام الشهيد. كي دار الجوله في البليده؟ رانا في بير مراد رئيس. من هنا طلعت القنصليه المغرب من هنا. هاي من هنا طلعت القنصليه المغرب. انا جيت ديك الخطره خديت لي سي باسي باش سافرت المغرب وانا جيت. الى قبل ما نبداو نبغيو نديروا واحد الشكر كبير لخويا خالد، تحياتي ليه على التماره اللي ضرب معنا وموصلنا بالطوموبيل ديالو. دابا كيف ما كتشوفوا راه حنا في المقام الشهيد، واحده من البلاصه اللي معروفه بزاف واللي هي رمز من الرموز ديال الجزائر. بلايص قراب ليه. دابا مركز الشهيد بحال قلنا هو السونتر، ومن تما تقدر تشوف جاردان دي سي، تشوف حتى البلاج واقيلا ما بعيداش. كاين لابلاج لابلاج باب الواد كاين. باب الواد هو لابلاج اللي مزيان. ماشي هو اللي كيشعل بالضوء كيولي بالخضر وبالاحمر. هو ليش تنبارطاجيو معكم شي صوره فريمون بالليل كنت شفت التصاور ديالو كيبان اونيك.
الخوش هذا غير فيديو تجريبي لخويا اسماعيل، ما بغا اسماعيل والله حتى غتصور. سير اسماعيل. لا 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 جاب تعاود. المتواضع كيجيب الفلوس. الياس اخو تلقى 2500 قسم معايا قسم معايا عطينا غير 500 هذا. المهم العائله حنا يلاه هبطنا في فاكون بوست وتوادعنا مع خونا خالد، ونبغي نشكرو بزاف لا هو لا الياس صراحه على الجوله اللي داروا معنا، صافي بليزير. ودابا حنا غاديين من لا كروند بوست فين غادي نمشيو ان شاء الله. دابا خوتي حنا قرابين للسكوار بزاف، وميم طو غادي نمشيو السكوار هي البلاصه فين كيصرفوا الفلوس. واو فين كيصرفوا الفلوس، يعني تبادل العملات في الزنقه، يعني ما كتبقاش يعني بيروات. وبالمناسبه العائله بالنسبه للناس اللي غيبدلوا في لابونك مثلا 100 اورو 1000 درهم غتجيك هنايا 650 درهم، ولكن الا بدلتيها في السكوار غتجيك 1000 درهم 1100 درهم على حساب الطوب. اكزاكت. ما نسمح فيك ما نغيب عليك قدرة ربي ما نخليك وشحال نبغيك عمري نفديك من صغري رانا عاشق فيك. العائلة كيف ما كتشوفوا حنا دابا في ساحة الشهداء ياك اسماعيل؟ ساحة الشهداء واللي كانوا قالوا لنا باللي بقاو كيحفروا في الارض باش يديروا المترو حتى لقاو واحد المدينه اللي قديمه باقي ما عارفينش العمر ديالها. هي هذيك اللي اكزاكتوم. ودابا غادي نوريكم واحد الجامع اللي كيبين الثقافه العثمانيه اللي كانوا متعايشين مع الشعب الجزائري. كيف ما كتشوفوا واحد التحفه معماريه اللي هي زوينه بزاف. هم العائله حنا دابا طالعين في الطلعه ديال القصبه. قال لنا خويا اسماعيل بلي غادي نشوفوا واحد البلاصه اللي سميتها سيدي رمضان اللي كتطلع على الفيش تقريبا كامله. كاينه هاني سير قال لك نكملوا قباله وندوروا اضربات. هاد الرسومات باينين قدام. هادوك اللي لها عرب شو عرفتش عرب بانولي. المهم العائله كيف ما كتشوفوا هذا المسجد الاعظم اللي غنمشيو ليه من بعد ان شاء الله في شي فيديو اخر، اللي هو اكبر مسجد في العالم يمكن بعد مكه. كاينه المرسى ها هي كيف ما تشوفوا، كاينه واحد لافي اللي هي بانوراميك وكتبان لينا حتى الجيري من الجهه الاخرى. كاين حتى داك المقام الشهيد اللي كنا فيه منين درنا الديبار، هو كيجي واضح من لهنا. الصراحه انا واحد لافي سينيماتيك اللي تقدر تشد لك الجيري كامله. التيكيت من هنايا. المهم العائله وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا. كيف ما قلت لكم في المقدمه هذه ما الا نهايه البدايه وباقي اللي جاي بزاف ان شاء الله. كيف ما قلنا لكم ان شاء الله غادي نسافروا بزاف ديال الولايات اللي في الجزائر اللي ما عندنا عليهم حتى فكره. الناس اللي جالوا في الجزائر وعارفين المناطق اللي هما التخييم ولا مناطق اللي هما زوينين ما تنساش تشاركوا معنا معلومات في لي كومونتير. الا كانت شي بلاصه في وسط الجيري وباقي ما مشيناش ليها ما تنساش تشاركوا معنا كذلك. اول مترو كيف ما كتشوفوا العائله جا. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. لا شرف للست.